ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة طيبة ومباركة عليكم وعلينا. النهاردة عملنا طاسة فطار خطيرة. الله على الجمال، والجبنة سايحة. شايفين التاني؟ حاجة كده خيال. هي وقطعتها معاكم ووريتكم انها جميلة ومش لازقة وحلوة قوي. يلا تعالي معايا في الفيديو عشان تشوفي عملتها ازاي، وما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. معايا المقادير. معايا هنا جبنة موتزاريلا. معايا هنا بطاطس. بصي انا عاملاها شرايح خفيفة خالص، لا هي مثلا تقيلة ولا خفيفة قوي. بصي يعني حلوة ووسط كده. معايا 3 بيضات، زيتون اسود مخلي، ومعايا التوابل فلفل ابيض وتوابل بطاطس عملناها مع بعض قبل كده، وملح. ومعايا هنا مكعب زبدة. يلا بينا نبدأ. جبت البولة اللي هكسر فيها البيض، وبسم الله هننزل كده بالبيض بتاعنا. وزي ما علمتكم قبل كده، البيض تكسريه في بولة واحدة واحدة الأول عشان لو مش حلو، لكن أنا متأكدة إن البيض بتاعي كويس عشان كده بنزل بيه على طول. انتي لو مش متأكدة بقى هاتي بولة صغيرة جنبك واكسري واحدة بواحدة عشان البيض ما يبوظش ايه الوصف. هنعمل ايه بقى؟ رشة صغيرة خالص من الفلفل الأبيض والملح. انا مستخدمة الفلفل الأبيض في الوصفة دي عشان ايه؟ ما يغمقليش البيض. وهنعملهم كده. طب انتي مش مقيدة مثلا تستخدمي بيض مثلا زي 3 بيضات، لو عايزة تعملي حجم اكبر مثلا اعملي 4 5 براحتك. خلاص كده. شايفة اما قلبت وحطيت رشة الفلفل الابيض ما غمقتش معايا البيض. يلا نكمل بقى. جبت طاسة وحطيتها على البوتاجاز، وهحط كده معلقتين زيت واسيبهم يسخنوا، ومعاهم مكعب زبدة. المكعب الزبدة ده بيطعم البطاطس قوي، بيخلي الوصفة حلوة. وبعد ما الزيت سخن والزبدة ساحت، هننزل كده بسم الله بالبطاطس الجميلة بتاعتنا. شايفة السمك بتاعها انا عاملاها ازاي؟ حلوة قوي. وبالراحة خالص براحتنا، ونرصهم كده في الطاسة واحدة واحدة كده. هعمل لكم النهاردة بقى طاسة فطار خطيرة. تغيير بقى من الاكل، بدل ما تعملي البيض اومليت او كده او مسلوق، ادي احنا بنغير. لازم تجددي في اكلك على طول عشان الولاد ما تزهقش، وانت كمان تبقي بتاكلي حاجات جديدة وحلوة. خلاص بعد ما حطيت البطاطس كلها هسيبها بقى تستوي. وعلى نار هادية انا سويتها، سبتها كده 3 دقايق. شايفين بقلبها بتتقلب معايا بمنتهى السهولة، وخلاص هي استوت كده وبقت جميلة. هي انا مش بحمرها، مش عايزينها متحمرة، لا احنا بنسويها بس على نار هادية ونقلبها كده. بعد ما استوت البطاطس معايا هنحط كده ايه، نص معلقة صغيرة من توابل البطاطس، وننزل بالبيض بتاعنا بقى اللي احنا ايه ضربناه مع بعض بالشوكة. زي ما قلت لك تقدري تستخدمي كمية البيض اللي انت عايزاه. هعمل ايه دلوقتي؟ هغطي عليها بغطا لحد ما البيض يستوي. هغطي عليها كده لحد ما البيض بتاعي يستوي. بعد ما البيض بتاعي استوى خلاص كده هشيل الغطا. شايفين الجمال؟ انا مهديه النار خالص على اهدى حاجه. هعمل ايه بقى؟ هننزل كده بشويه من الجبنه الموتزاريلا. مش عايزه تحطيها وتكتفي بكده براحتك، بس هتسيح بقى وتدي مطه وطعم جميل. احنا عاملين طاسه الدلع والله. بصوا فطار الجمعه ده لازم يكون مختلف خالص، ويكون احلى فطار كده على الصبح. جمعه طيبه ومباركه عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بصوا شايفين الجمال؟ اوزعها كده. هنكتفي بكده؟ لا، هنغطي عليها تاني لحد ما الجبنه تسيح واقول لكم هنعمل ايه. بعد ما الجبنه بتاعتي ساحت، الله على الجمال، هعمل ايه؟ هحط كده الزيتون الاسود بتاعنا الجميل المخلي. تقدري تحطي زيتون اخضر المتوفر عندك. بس
نزين كده عشان شكلها يطلع حلو. بس خلصنا كده. خلاص خلصت الطاسة بتاعتي جميلة جدا، وقطعت منها مثلث اهي. قطع واحد كمان. تحفة تحفة الوصفة دي. هي عشان بس لسه سخنة، انا بوريكم انها مش لازقة ولا حاجة، وجميلة جدا اهي. والجبنة كمان بتمط وصايحة حلوة قوي قوي. شايفين الجمال؟ يلا هنعمل منها سندوتش دلوقتي. جبت العيش بتاعي وفتحته، وبسم الله هناخد المثلث الجميل بتاعنا ده كده ونحطه ايه، ونعمل احلى سندوتش للفطار. يلا جربوه بقى وقولوا لي ايه رأيكم.